السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي متابعيني عاملين ايه؟ فيديو النهاردة من جليم باي. المكان في منطقة جليم، في الاسكندرية. المكان زي ما انتوا شايفين لسان في وسط المية. تدخلي بقى تبقي عاطشة ظهرك للمدينة كلها، حاجة كده شمس وبحر ونسمة شقية. اما نظمي بقى ده يا جماعة حاجة كده نظام تاني خالص. عنده الغدا زي ما شفتوا دلوقتي، كمان الفطار حاجة كده جميلة جدا. بالنسبة للفطار فانتي عندك وجبتين بتختاري منهم. الفرق بين الوجبتين البيض تقريبا، ولو عايزة تظبطي اي حاجة جنب الاكل ده مفيش مشكلة، بتختاريه زيادة على الاوبشن اللي هم عاملينه. انتي كده قاعدة في وسط المية، في وسط اللون التحفة اللي انتوا شايفينه مع السما، مع لون السحاب الأبيض. حاجة يعني جميلة جدا مهدية للأعصاب. كمان انتي بتبقي الصبح وبتاخدي طاقة بالمنظر اللي انتي شايفاه. طبعا الفطار زي ما انتوا شايفين كده حاجة وهم جميل تشبع، كمان الوجبة تكفي 2 أو 3. زي ما انتوا شايفين اهوت الفول ده حاجة أساسي، هو والفلافل والخضار اللي هو فلفل وطماطم وبصل، مخلل، بطاطس، ليمون، يعني جبنة فيتا. بجد حاجة جميلة ومشبعة. تقدري تجيبي وجبة منهم وتاكلوا 2 فيها، لان هي تحفة. زودي بقى اي حاجة من الاضافات اللي موجودة عندهم، برضو هتدي طعم جميل و... وتزود لك يعني لو انتوا 2. لكن لو واحد لا، ده انت هتاكلي وهيفضل معاكي او معاك بقية الوجبة. زي ما انتوا شايفين كده العيش بتاعهم تحفة، تقريبا هم اللي بيخبزوه. فحاجة جميلة، انتي اصلا كفاية منظر القعدة اللي انتي قاعدة فيها مع الشمس مع الهوا، ريحة اليود، اللون. لا بجد حاجة جميلة. انتي غير ان انتي بتغيري جو وبتفطري، انتي بتاخدي طاقة ايجابية تكملي بيها بقية الاسبوع. بجد كل فترة لازم تنزلوا تغيروا المود بتاع حياتكم، هتحسوا بجد بفرق كبير جدا. المكان حلو قوي، زي ما انتوا كده شايفين، حابين تقعدوا في الشمس تمام، حابين تقعدوا تحت ضلاية حلو جدا موجود. كمان الغدا عندهم حاجة تحفة، يعني تقدري تفطري وتقدري تتغدي عندهم بأسعار مناسبة. أنا هسيب لكم قائمة الأسعار عشان اللي يروح هناك يبقى عارف هو هيتغدى ايه وأسعارها ايه وهيفطر ايه. طبعا المكان تقدري تقعدي فيه لحد آخر اليوم. موجود فيه كافيهات، وموجود كمان فيه كيدز اريا للأطفال. بالنسبة جليم باي كله، يعني مش قصدي نظمي بالذات، انما نظمي عنده مأكولات فظيعة. كمان تقدري تاخدي حاجات تيكاواي، مش شرط القعدة هناك. كمان عنده انواع المكرونات جميلة قوي. دي مكرونة بالكبدة جميلة قوي، طعمها يجنن. طبعا لو عايزاها حراقة او لا بتقوليله. والصدق، احنا اسكندرانية بنقول صدق. الصدق او السجق طعمه حلو قوي. وكمان سلطة الطحينة وسلطات عامة اللي بيعملوها مع العيش المقرمش حاجة جميلة قوي، بجد تفتح النفس. اختاروا الحاجة اللي تناسبكم او الحاجة اللي بتحبوها، بس حاولوا تجربوا حاجة ما كنتوش جربتوها قبل كده عشان تحسوا بالتغيير. بجد المكرونة بالكبدة حلوة قوي. كمان عندهم طبعا العيش بتاعهم فظيع. اهم حاجة عندهم طبق السلطة اللي انتوا شايفينه ده. احلى حاجة ان السلطة متقطعة شرايح من كل حاجة، مش سلطة متقطعة صغير يعني. تقدري تاخدي الحاجة اللي حباها او تقدر تاكل الحاجة اللي حباها من السلطة، مش السلطة كلها. فلفل وطماطم خيار ليمون جزر بصل. كمان الاطباق بتاعتهم مميزة قوي. وبعدين انا دلوقتي نزلتلكوا قائمة الاسعار. ودي الوجبة
دي الوجبة اللي هم حاطينها بأسعارها والأنواع الموجودة فيها. جنبهم كمان هتلاقوا الأسعار بتاعت أي حاجة تانية، يعني إضافات عايزين تضيفوها أو عايزين تستبعدوا الوجبة خالص وتختاروا انتوا أي حاجة من الأسعار الموجودة والأطباق الموجودة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم وأكون أفدتكم بمعلومات جديدة ومفيدة وأماكن أحسن وأحسن وكافيهات ومطاعم وخروجات حلوة إن شاء الله. إن شاء الله الجاي أحسن، وما تنسونيش في لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأقول لكم مع السلامة.